تحياتي، معاكم مؤمن شلبي وحلقة جديدة من برنامجنا وبرنامجكم خواطر زملكاوي. في الحقيقة الحلقة دي كانت المفروض تتعمل يوم السبت، بس أنا حبيت أستنى شوية لما بعد ماتش المصري عشان أثبت حاجة في دماغي. اللي متابعني على هاشتاج خواطر زملكاوي على الفيسبوك، أنا قلت إن اللي حصل في ماتش طلائع الجيش ده مش مقياس، لأن فريق الطلائع ضايع ومفيش كورة بيقدمها، وان ماتش المصري هيكون اصعب واختبار اقوى للفريق. في ماتش المصري يمكن يكون الزمالك ممسكش كورة كتير، ويمكن يكون المصري كان باين انه احسن، بس برضو مفيش هجمة خطيرة للمصري، ولا في كورة حطينا ايدينا على قلوبنا او سقفنا فيها للشناوي وقلنا يا ولد، ولا حسينا باي خطورة حقيقية للفريق البورسعيدي. الزمالك بلا اخطاء دفاعية بنسبة 90%، وتمركز نسبيا جيد، وكلين شيت لتاني مرة. بس برضو الزمالك كان عنده مشكلة كبيرة في نقل الكورة من نص ملعبه لنص ملعب المصري، وده لسببين. الأول إن المصري كان بيمارس علينا الضغط العالي بشراسة، والتاني إن الزمالك عنده مصيبة في الاستلام والتسلم وكمية ميس باص كارثية، وإن شاء الله الكلام ده هيتحل قريب. على العموم الزمالك احسن من الاول بكتير، لازم نستنى. الراجل بيشيل كمية تراب من دماغات اللعيبة لا تتخيلوها، والزمالك بيتقدم بخطوات سريعة. سيبوا الراجل يشتغل، وبلاش نتوقع منه اكتر من اللازم عشان ما يتضغطش عليه. على فكرة، اي كلام على لسان إناسيو في الصحافة او المواقع كذب. على مسؤوليتي، الراجل ما بيتكلمش مع الاعلام نهائي. نرجع نتكلم شوية عن الماتش، شوية نقط كده عايزكم انتوا اللي تقولوا رأيكم فيها وتحكموا عليها. شفتوا شيكابالا وهو بيرجع يدافع ويقطع كور من غير فاولات؟ طيب شفتوا شيكابالا وهو بيضغط لآخر نفس وده السبب في الجون؟ شفتوا الضغط المنظم اللي الزمالك مارسه على مدار الشوطين بقفل مساحات وضغط شرس جدا من على حدود المنطقة؟ طيب شفتوا محمد ابراهيم، وان كنت الوم عليه كتير في الماتش ده، لكن شفتوا الواجبات الدفاعيه اللي عملها؟ بس محمد ناقصه حاجه في الهجوم، انا مش فاهم فيه ايه. محمد لازم يسهل الكوره على نفسه. طيب شفتوا الزمالك وهو بيغير خطه من 4-2-3-1 ل 4-3-3 والدنيا بتمشي عادي؟ ايها الساده، اخيرا الزمالك عنده مدير فني، والامل فيه بعد ربنا انا شايفه كبير قوي. نخف ونستنى وان شاء الله خير. قولوا يا رب. الى السيد رئيس الجمعية العمومية، شلت اليوفط، قلت على عبد الحليم علي اخوان، شتمت في احمد سليمان وقلت انه عامل سحر للفريق، قلت على حازم امام انه طري وني وانه مندوب الزمالك في اتحاد الكوره. يا رب تكون استريحت. بس التاريخ والحب اللي في قلوب الناس ما بيتلغيش بشيل يافطه. اليافط اللي مكتوب عليها حازم امام وايمن يونس وعبد الحليم علي ولا ليها بالنسبه لنا اي 30 لازمه. وبعدين لما عبد الحليم علي اخوان عينته في جهاز ميدو ليه؟ اتصلت بيه واجتمعت بيه عشان منصب مدير الكوره ليه؟ ولما ايمن يونس وحش كنت عايزه ليه في القايمه بتاعتك في الانتخابات اللي فاتت، وتسببت ليه في الحرج لما شاف ان انت والدكتور كمال درويش عايزينه فانسحب. سؤالين بس واقفين في زوري. هو احمد سليمان كان بيروح يتصور مع اللعيبه بعد ما انت بتخلص كل حاجه ومالوش اي دور في الصفقات، ولا كان بياخد من اللعيبه عمولات؟ هو عبد الحليم علي
جه واجتمع بيك بناء على طلبك ليه مدير كورة، ولما انت عرفت فجأة انه اخوان رفضت تعيينه؟ ولا انت مش عارف هو جه الزمالك في اليوم ده ليه وانت ما طلبتوش من الاساس زي ما انت قلت؟ يا اخي المثل بيقول كدب مرتب ولا صدق منعكش. مش عيب لما تبقى راجل كبير كده وشعرك ابيض على العموم الحكايه قربت تخلص وهنخلص، وبيك او من غيرك عاش وهيعيش الزمالك. نهاية حلقة النهاردة، وإن شاء الله الحلقات ترجع لنظامها كل يوم سبت. ما تنسوناش في اللايك والشير واشتركوا معانا في القناة، ويا ريت تتابعونا على هاشتاج خواطر زملكاوي على الفيسبوك، ونتقابل بإذن الله الحلقة الجاية. بيني وبينك حب حقيقي، حب بجد، أصلي بحبك حب ما حد